السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوفوا عملنا القمر ده ازاي. اول حاجة دي نجرسته، عملناها بمكرونة قلم. عندك سباكيتي تمام، عندك صغيرة تمام، اللي عندك اشتغلي بيه. اول حاجة جبنا 3 معالق من الزيت، ورحنا جاي نازلين عليهم بنص كيلو من صدور الفراخ، فرموهم زي ما انتوا شايفين كده. اديناهم صدمة ورحنا جايين ما خليناهاش تنزل المية وخليناها تفلفل زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين نزلت عليهم بالبصل والفلفل، ونزلنا عليهم، عندك فلفل اخضر عندك فلفل الوان اللي عندك حطيه. وبعدين نزلنا عليهم بفلفل الاسمر وسبع بهارات وبهارات فراخ، ونزلنا عليهم بالشطه، ونزلنا عليهم بالكركم والملح، وهنقلبهم كويس جدا. وخلاص كده معانا ان الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه. هنركنها على جنب وننزل بقى حله البشاميل بثلاث معالق من السمنه، وننزل عليهم بثلاث معالق او 4 معالق من الدقيق، وننزل عليهم بكميه اللبن كلها، كلها. وبعدين هنقلبها جامد جامد كده زي ما انتم شايفين. دي معلقتين من الكريم الشانتين، هنزودهم حبه لبن وهندوبهم. وبعدين هنحط الملح ونحط الفلفل الاسمر للبشاميل. وبعدين هننزل بالكريمه اللي احنا عملناها، وبعدين هنزل بمعلقه من الجبنه الكريمي، وهننزل بنص كوبايه من الجبنه الرومي على الجبنه الموتزاريلا. كده خلاص نستنى شويه، هنلاقي معانا البشاميل اللي تقل وبقى حلو، سمكه معانا حلو. هنروح جايين شايلينه من على النار، ونجيب بقى المكرونه بتاعتنا ونجهزها. بعدين سوري. وبعدين نجيب طبق ونحط فيه حبة بشاميل، وبعد ما نحط حبة البشاميل هندوب حبة معلقتين قشطة اللي هو وش اللبن في حبة لبن، ونقلبهم كويس جدا ونحطهم على. وبعدين قلبناهم، وبعد كده نزلنا عليهم بالبشاميل بتاعنا اللي احنا هنحطه على وش المكرونه، وهننزل بقيه المكرونه على صوص البشاميل. وبص شكله تحفه، ويتاكل كده من غير ما يتحط في الفرن، تحفه. وبعدين نروح جاي نازلين عليه بقى بالحشوه بقى بتاعتنا كلها، ونقلبها كويس، ونجيب معلقتين من البشاميل نحطهم في الصينية من تحت. وبعدين نحط بقى المكرونة بتاعتنا وننزل عليها بالبشاميل على الوش، وندخلها الفرن، وهتطلع بالجمال والتحفة اللي انتوا شايفينها دي. بجد كان خطيرة 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 يعني.